النهاردة بإذن الله هخليكي أستاذة في العيش. سيان هتعمليه تحت الشواية وفوق البوتاجاز، أو فوق البوتاجاز عادي من غير الشواية ومن غير الفرن ومن غير أي حاجة. هيطلع معاكي عيش في منتهى الجمال. وكمان هنعمله وهنحط عليه منه فيه ردة أو النخالة بتاعة الدقيق حسب ما بتسموها بقى. هتبقى معانا ممتازة وجميلة جدا. وبس ما تنسونيش بقى كده في الدعاء الجميل، ونبتدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وما تنسوش اللايك بالله عليكم، عشان اللايك ده اللي هيخليني ان شاء الله استمر معاكم وانزل لكم كل الفيديوهات اللي نستفاد منها ونفيد بعضينا كده. يلا نتوكل على الله. انا معايا النهارده كيلو دقيق. تمام، معايا كده كيلو دقيق حسب يعني حتى لو عايزه تعمليه دقيق سايب مفيش مشكله، هيطلع معاكي برضو كويس جدا. انا مش هحط معاه الرده في جواه. لو انت عايزه تحطي الرده معاه هتحطي الرده برضو هتعمليها زي ما انا بعملها كده بالمنخل سلك او اي حاجه يعني، بحيث ان هو يعني لو في اي حاجه الدقيق ما يبقاش فيه حاجه. وهنا بقى طبعا اهم حاجه برضو رشه الملح. انا هحط هقول لكم دلوقتي هحط الميه هحط ايه وايه. تمام، لو عايزه تعمليه بميه عادي من غير اي حاجه مفيش مشكله، بس انا عندي حليب فانا هحط نص حليب ونص يعني نص لبن ونص ميه. تمام، وعندي هنا معلقه ونص عشان ما نتوهش من بعضينا، معلقه ونص خميره، معلقه ونص عشان ده كيلو، ومعلقه سكر. ما تكتريش السكر عشان ايه العيش ما يتلسعش منك. هو بيديله طعم حلو كمان ان هو بيبقى يعني بيعادل كده مع بعض. هنقلب بقى المكونات دي كويس قوي مع بعضها. انا عندي اللبن بس كان في التلاجة فانا دفيته يعني خليته زي ما بيقولوا كده دمعة العين، يعني ما فيهوش مش سخن خالص. اوعي تحطي على الخميرة اللبن سخن او مية سخنة، هتقتلك الخميرة كده ومش هتخليها تتفاعل. فاحنا بنحط دلوقتي اللبن او المية واللبن دافي، وزي ما قلتلك دول 3 كوبايات، كوباية ونص مية وكوباية ونص حليب. عايزة تكتري، عايزة تعمليه حليب كله مفيش مشكلة، عايزة تعمليه بمية كله مفيش اي برضو مشكلة، هي هتطلع معاكي العيش ممتاز، بس الحليب بيخلي كده ليه طعم حلو يعني. وهنقلب بقى المكونات دي كويس قوي مع بعضها كده. تمام، هنقلبها. انا بصراحة ال3 كوبايات مية خدتهم يعني دي خدت 3 كوبايات على كلهم يعني، بس لازم احط الاول كوبايتين كده وبعدين بقى ايه نحط الباقي، ولو ما بيعوز بنحط تاني بنزود. اما يكون السوائل قليلة معاكي احسن ما تكون زايدة وتحطي دقيق بعد الحاجات دي، فاحسن ان انت تحطي السوائل واحدة واحدة كده. احنا عايزينها عجينة يعني يكون معقولة، لا هي طرية قوي ولا هي لابسة قوي او ماسكة قوي يعني عايزينها معقولة يعني عايزينها حلوة ناعمة كده. المهم اهم حاجة بقى احنا بنعمل العجينة دي عشان هي دي اللي بنعرف نتحكم بيها. انا بعمل العجينة اللي هم انا هنا بقولك ان انا حطيت كده الكوبايتين كوبايتين وكوباية الا ربع، وهحط كمان الحبة اللي فاضلين وانا ما احس كده ان هي ناقصة يعني. خدت ال3 كوبايات بالظبط. العجينة احنا بنعملها لابسة كده او ماسكة كده. في طبعا بقى اخواتنا طبعا اللي في البلاد بيعرفوا كويس قوي ان هم يتحكموا في العجينة اللي هي السايبة دي وكده. احنا بصراحة هنا يعني ما بنعرفش نمسكها، يعني انا بهنيهم على الموضوع دوت، بس بصراحة يعني هو دي برضو بتمشي معانا وبيبقى زي الفل
والعيش بيطلع كويس يعني. وأهم حاجة بقى هي العجن، العجن ثم العجن ثم العجن، يعني أهم حاجة في العجينة إنِك أنتِ تعجنيها كويس أوي. أهو أنا هاحط كده حبة اللبن اللي فاضلين، وكده يبقى 3 كوبايات بالضبط الحمد لله، على القد يعني. طبعًا هافضل بقى أعجن فيها كويس أوي، أنا هاقطع معاكم في التصوير علشان أعجن كويس وأرجع تاني هاقول لكم بقى هنعمل فيها إيه. عجنت بقى كويس فيها كده تاني وحطيت شوية اللبن حبة بحبة لحد ما خلصتهم. خلاص، هي بُصّوا هتلاقوها كده يعني عاملة زي اللي بتقطّع معاكم ما فيش مشكلة خالص، أهم حاجة إن إيديّا نطفت من العجينة. هاقلب عليها بقى الطبق كده وهاسيبها يعني ساعة، بس عايزة أقول لِك يعني أنتِ ممكن تحطّي على الطبق حاجة عشان هي لمّا تخمر يعني هتطلع من تحت الطبق. فأنا طبعًا ما خلّيتها أنا خلّيتها ساعة وإحنا في الشتا، فما يعني ما خمرتش الخمران اللي هو. هنا بقى أنا جِبت النخالة بتاعة الدقيق أو الردة، يعني الردة، وهاعمل إيه بقى، هاحط كده فردت ملاية وهاحط عليها الردة هافردها عليها. على فكرة بالِم الردة دي تاني بعد كده وباعملها برضه بالمنخل وباشيلها، باشيلها بقى ممكن أعمل منها السمك المشوي، ممكن أعمل منها برضه عيش تاني، فما فيش مشكلة خالص، يعني ما بنرميهاش، إحنا بس بنحطها علشان الإيه، أمّا نحط عليها العيش كده يبقى ما يمسكش ما يسيحش، يعني ما يلزقش في الحاجة اللي إحنا حاطينها عليها. خلاص تمام. امشي والله امشي على الخطوات اللي أنا هاقول لِك عليها دي، هيطلع معاكِ عيش ممتاز، ومش هتحتاجي إنِّك أنتِ تجيبي عيش تاني خالص من برّه، وما خدش وقت ولا أي حاجة خالص. طبعًا كان الواحد بيعمل حاجات تانية، فكنت باسيبه براحته خالص ولحد ما بيخمر وارجع له تاني، يعني مش هتتقيدي جنبه، مش هتقعدي جنبه يعني. بُصّوا بقى باقول لكم هنا هافرد بقى كلّه، والعجينة ما شاء الله كده خمرت وبقت زي الفل. هاقطّع منها بقى 15 رغيف، أنا هاعمل كده من العجينة دي 15 رغيف. الرغيف هيطلع وسط حلو معايا، لو أنتِ عايزاه أوسع من كده براحتك خالص هتكبّريها، بس عشان تقدري تتحكمي فيها خلّيها على قدِّك كده وعلى قد العيش كده اللي بنجيبه، وطبعًا ده معمول في البيت يعني معمول ممتاز وهاورّيكِ العيش عامل إزاي من جوّه. حاجة كده اللهم بارك، يعني حاجة جميلة كده. بُصّي هنا بقى لمّا بتيجي تفرديها بالنشّابة أو ب بأي حاجة بتفردي بيها، حاولي على قد ما تقدري ما تتّكيش عليها أوي، إحنا مش بنعمل فطير، إحنا بنعمل عيش، فلازم العيش يبقى واخد راحته، ما يبقاش مكبوس أوي إن إحنا نعمله. وبعدين ما يهمكيش إن هي لو مثلًا طلعت حتّة معوجة من حيازي والّا من حيادي، هتطلع معانا برضه بعد كده إن شاء الله مضبوطة وكويسة وهتتنفخ، وما فيش ولا رغيف من العيش اللي إحنا عملناه واحد فيهم هبط، الحمد لله اللهم لك الحمد، كلّه اتنفخ معايا. شايفين الجمال، شايفين الحلاوة. أنا بصراحة لقيت ما عنديش عيش، طيب أنا هاستنى بقى حد ينزل، أستنى حد ييجي لي عشان يجيب لي عيش، فأنا قُلت لأ، أنا هاعمل عيش كده أهوّة وعشان أنزّله لحبايبي، فأنا بانزّل لكم أهو الطريقة، ويا رب، يا رب تستفادوا كلّكم كده منها. وهاقول لكم على حاجة، لو أنا ما عندكمش اللي أنا هاعمل عليها العيش دي، لو ما عندكمش هتعملوا إيه؟ خطوة بخطوة كده إن شاء الله هنعرف بنعمل إيه. أنا على فكرة المكان ضيّق جدًا اللي أنا باعمل فيه، بس باحاول على قد ما أقدر إن أنا أورّيكِ إن أنا بادوّرها وباعملها إزاي مدوّرة، بس ما تتّكيش على العجينة، ما تدوسيش عليها. شايفين ما شاء الله الرغيف والله أحلى 100 مرّة من اللي بييجي من برّه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. العيش طلع معانا ممتاز وجميل جدًا، هينفعنا إن شاء الله بإذن الله في رمضان،
على السحور، في أي وقت هتعمليه مش هياخد معاكِ وقت خالص ولا أي حاجة، وهتعمليه هيطلع معاكِ زي الفل، وبكيس دقيق. يعني شوفي بقى أنتِ بتجيبي الرغيف من برّه بكام، فأنتِ هتعمليه في البيت وهتبقى أنتِ اللي متحكمة فيه وعارفة نضافته يعني. هنا بقى أنا كنت باقول لكم إن أنا هانفّضه من الردة دي خالص، وهافرد قماشة تانية كده يعني، هافرش اللي هي ديّة اللي على الوش دي، وهاحطه عليها عشان مش عايزة فيه أي نقطة يعني مش عايزة رَدّة خالص، عايزة الردة دي تنزل كلّها وما يبقاش فيه أي رَدّة، زي ما أنتم شايفين كده مش هيبقى في أي مشكلة، بس غطّي العيش أول بأول، يعني غطّي العيش علشان ما ينشفش منِّك أو يشقّق من على الوش. شايفين شايفين الحجم بتاع الرغيف إن هو ولا خفيف ولا تقيل، يعني لا تقيل أوي إنه يطلع معجّن من يعني قصدي يبقى فيه لبابة كتيرة من جوّه، ولا إن هو خفيف يبقى عامل زي الرقاق، لأ إحنا عايزينه يتنفخ معانا ويبقى زي الفل. هنا بقى جِبت منديل وبامسح الجريل ده، ولو ما عندكيش الجريل دوّة أنا حاطاه على العين الوسطانية ومعلية النار جدًا في الأول، وبعد كده هاعملها وسط، ولا هاوطّيها ولا حاجة، هاعملها وسط على أساس إن هي عشان دي تفضل سخنة على طول. الجريل ده لو مش عندِك هتجيبي صينية وهتقلبيها وهتعملي عليها نفس الحكاية برضه كده، بس الصينية بتبقى خفيفة شوية، فأنتِ هتبقي موطية النار مش عاملاها وسط، هتبقى موطياها في الأول هتعلّيها وبعد كده هتوطّيها، أهم حاجة إن هي تكون سخنة جدًا علشان تحطّي الرغيف، وهتشوفي معايا كده الرغيف ما شاء الله بيقِب وعامل إزاي، طبعًا الجريلة يعني ما شاء الله كبير، فأنا هاحط 2 على الجريل، بس الأول باورّيكم كده أول واحد كده، شايفين ما شاء الله، شايفين بيقِب إزاي، وما تتّكيش عليه أوي وأنتِ بتقلّبيه، أول ما يتشمّع معاكِ يعني اتشمّع اقلبي على طول على الناحية التانية، وبعدين سيبيه بقى لحد ما يقِب معاكِ كده على طول، ما تجيش جنبه خالص غير إنِّك أنتِ بس بتساعديه إن كل الرغيف من جميع النواحي يعني يتنفخ، تمام؟ معلش أنا آسفة جدًا، جدًا، جدًا للرغي اللي أنا بارغيه معاكم، بس والله يعني عايزة أوصّل لكم كل تكاية فيه، مش عايزين نغلط في حاجة يعني. شايفين وبتقلبيه، يعني هو أول ما بيتشمّع معاكِ كده بتقلبيه، وبتقلبيه وتسيبيه بقى هو يعيش حياته كده زي ما أنتم شايفين، الله أكبر عليه، يعني بيطلع كده بيتنفخ كده وبيبقى زي الفل. وطعمه جميل جدًا والله، وطعمه حلو أوي يعني عشان إحنا ضابطين ال الملح فيه والسكر وكده، فمضبوط وزي الفل. يالّا بقى لو كنتِ وصلتِ لحد هنا يا قمر، يا جميلة، يا حبيبة قلبي، يا اللي ما انحرمش منكم، آآ إن تعملوا لي لايك بقى، تعملوا لي لايك كده، أنا نفسي بقى كده إن القناة كده تترفع كده بتحمسوني كده إن أنا أنزّل لكم كل الطاقات اللي عندي، الطاقة اللي عندي أنزّلها لكم يعني. الله المستعان، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهم حاجة بقى في ده كله في الوقفان ده كله نسبح كتير ونذكر ربنا كتير أوي، 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 وإحنا بنعمل أي أكل، أي أكل هيطلع معاكِ زي العسل لمّا كده تسبحي كده وتذكري ربنا كتير أوي، 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 أوي بقى، دعاءات كتيرة والله أنا بانساها لمّا باجي أصوّر، قصدي أمّا باجي أمنتج الفيديو. لكن طول ما أنا شغّالة الحمد لله اللهم لك الحمد يعني بابقى الواحد بيذكر بيقول يعني حاجات كده كلام جميل كده. شايفين بقى هنا أنا هنا عملت إيه، شمّعته من فوق وحطيته تحت الشواية على طول في الصينية، هامشي معاكم خطوة بخطوة أهو. الخطوة دي حلوة مهمة جدًا، بُصّي بقى هيترفع معايا إزاي، هيترفع معايا وهيبقى الرغيف جميل جدًا، بس أنا اللي خلّاني ما كمّلتش كده الطريقة دي، إن أنا مش هاقدر إن أنا كل شوية أجيب من فوق وأنزل تحت، شايفة الرغيف؟ شايفة بسم الله ما شاء الله الطريقة دي حلوة أوي، 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 بس عشان التصوير، لكن أنا لو مش التصوير هاعمل كل العيش بالطريقة دي، شايفين العيش بيطلع إزاي وزي الفل. ومستوي من فوق ومن تحت وما فيهوش أي حاجة، شايفين؟ فالطريقة دي حلوة أوي، والطريقة بتاعة برضه اللي فوق البوتاجاز حلوة.
بس اللي تحت يعني دي أسرع، اللي فوق أسرع، اللي تحت عايزة طولة بال شوية، بس هيطلع معاكِ برضه العيش حلو أوي. شايفين الجمال؟ ما شاء الله، ما شاء الله. فأنا مبسوطة جدًا إن أنا والله عملت لكم الفيديو دوّة، أصل أنا باحب أوي إن أنا أعمل مخبوزات في البيت، ف يعني أنا عاجبني إن أنا عملت لكم حاجة، وإن شاء الله بإذن الله تعملوها وتستفادوا منها. بسم الله ما شاء الله، عايزة كل خطوة. بُصّي برضه الموبايل كان هنا هينزل لتحت بس لحقته برضه. كل خطوة في الفيديو كنت عايزة أورّيها لكم. ما فيش ولا رغيف على فكرة اللي أنتم فاكرينه إن هو ملسوع ده، ما فيش لسعان ولا أي حاجة، ده مطرح الجريل من فوق. لكن لو أنتِ عايزة العيش يطلع زي ما أنا هاوريه لِك دلوقتي، أهو ده الرغيف اللي إحنا عملناه تحت. اعملي كده، خُدي أول صدمة ليه من فوق وتحسّي إن هو خلاص اتشمّع من تحت، خُديه على طول وحطّيه على الصينية كده تحت الشواية، هيطلع معاكِ بالجمال والحلاوة دي. يا رب يعجبكم الفيديو واستنوني بقى بإذن الله في فيديو بعديه. أنا عاملة أكلة كده وجنبيها العيش دوّة الحلو القمر ده، إن شاء الله بإذن الله هيعجبكم يعني. استنوني بقى يا حبايبي، وباحبكم في الله، مستنية كده نصلي على الرسول كلنا في التعليقات، ونقول كلامنا الجميل لبعضينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مع ألف سلامة، وباحبكم في الله. استنوني بقى إن شاء الله أنا هاشيله بقى في الكيس لحد ما أبقى أنزّله لكم في الفيديو التاني. باحبكم في الله، مع ألف سلامة، ويا ريت يعني ال اللايك بالله عليكم. تعبت، تعبت يا جماعة، تعبت أوي والله. تعبت في التصوير وفي المونتاج وفي الحاجات ديّة، فباحبكم والله، وعشان كده أنا باحب إن أنا أنزّل لكم إن شاء الله فيديوهات كتير. مع ألف سلامة وفي رعاية الله.